هذه الهوية الإسلامية التي حاربها الأعداء، وما رادوا جيل من الشابات والشباب أن يصلوا ويتمسكوا بهويتهم. لسنوات عديدة حاول البعض أن يروج لفكرة خطيرة، ألا وهي شنو؟ لا تخلطوا الأكاديمية بالدين، الجامعة للعلم فقط، والدين مكان المسجد والحسينية. لا تتفاجئ، فهذه إحدى الأدوات التي استخدمت من قبل أعداء الدين كما أخبرنا التاريخ في السنوات الماضية. حتى شنو؟ حتى يعزلون الجيل الشباب الواعي عن هويته، ويبقى انه شنو تائه، ويصير فريسه سهله لمقتنياتهم، مشاريعهم، لافكارهم، ثقافاتهم. هو موضوع انه الامراه هي اوتوماتيكيا رح تكون بخالف كثير الراي بهذا الموضوع، لان يعني هذا غلط كثير كبير لما نسمع امراه معناها بالمستقبل. فتصور انت العدو صار له سنوات اموال طائله، مشاريع وكذا، حتى شنو؟ حتى يوصلون صوره للشباب والشابات انه حتى تكون انت انسان واعي مثقف لازم شنو؟ تتحرر من تقييد الدين لك. انت المراه من الدخلين للجامعه حتى تكونين مثقفه، ما تكونين انسانه جاهله، انسانه مقيده بتقاليد المجتمع، بخرافات الدين، اللي ما اعرف شلون، لازم تنزعين عباتك، تلبسين ملابس اليوم تناسب الموضه العالميه، لازم مكياج. انا ارفض العباءه والنقاب في الدوام، لكن في اغلب الاحيان طالبات يتنمرن علي واسمع منهم كلام مو حلو. يقول مثلا انا واقفه وتجي مجموعه من البنات يقولوا عيني عينك ولا كانما انا موجوده، ويذبن كلام علي. لا، اجت مرجعيتنا الرشيده وقالت الجامعه ليست مصنع شهادات بل مصنع انسان. الانسان شلون يكون اذا ما عنده مبادئ، اذا ما عنده هويه؟ فقالت الهويه مو موضه او مو موديل وينتهي، لا، قالت لك انه هو جذور لا تقتلع. انت بالجامعه، انت في بقعه من بقاع الارض، لا تتنازلين عن هويتك الإسلامية. هذا المهرجان هو تقديم العفة والحشمة بوصفها قيمة وجودية لا عائقا اجتماعيا مثل ما وصفها البعض، لذلك هذا محل افتخار وفخر لنا جميعا.